سيزلارد هنا ما قدرش يكمل في علم الفيزياء النوويه، ما قدرش يشوف نفسه شريك في اي مشروع عسكري تاني، وبدا ياخد قرار واضح جدا: انا لازم ابعد. وبالفعل نقل اهتمامه للبيولوجيا والطب، اتجه لابحاث السرطان والعلاج بالاشعاع، وكانه كان عاوز يصلح الغلطه اللي هو عملها. انا اللي ساهمت في سلاح قتل ملايين الالاف من الناس، دلوقتي انا لازم استخدم العلم عشان انقذ حياه الناس. سيزلارد في حواراته كان صريح جدا، قال مره: انا كنت اول واحد فكر في القنبله الذريه واول واحد تمنيت انها ما تتعملش، لكن هنعمل ايه في التاريخ؟ التاريخ يا صديقي ما انصفوش. الشهره راحت لاوبنهايمر، وهو اللي كان في الكادر وهو اللي ظهر في الصوره واللي اتسمى فيما بعد ابو القنبله الذريه. لكن سيزلارد راح فين في الحوار ده كله؟ فضل في الكواليس، وهو كان اصل الشراره اللي ولعت النار. وده بقى اهم درس في قصته: العلم في ذاته لا هو خير ولا هو شر، العلم مجرد اداه، اللي بيحدد مصير الاداه دي بقى هو احنا. سيزلارد عاش بقيه حياته كرمز لمأساة القرن العشرين، دماغ عبقريه اخترعت فكره عظيمه لكن العالم استخدمها بطريقه مأساويه. وفي النهايه يا صديقي، سيزلارد مات سنه 1964 بعيد عن الاضواء، لكن لحد النهارده كل ما نفتكر القنبله الذريه لازم نفتكر اسمه، لانه ببساطه هو اللي كتب السيناريو حتى لو غيره خد دور البطوله. وقبل ما يموت بسنين، سيزلارد قال جمله بتلخص حياته كلها: انا كنت اول من فكر في القنبله الذريه واول من تمنى الا تصنع.